بينه لان يا كابتن شوبير انا قعدت معاه 10 سنين من 2000 ل 2011. كل معسكراتنا يمكن انا وعبد الواحد قعدنا مع بعض اكتر ما قعدنا في بيوتنا. وانا وعبد الواحد بنحاول ان احنا بيبقى عندنا هدف واحد. بدليل زي ما قلت لك قبل كده لما كان معايا في 2006 هو مش انا خدت احسن جول، عبد الواحد اللي خد احسن جول. ونفس الحكايه كانت في 2008 او 2010 بتحسب لعبد المنصف وتحسب لعبد الواحد وتحسب لصبحي. يعني بتحسب لنا احنا كحراس مرمى مصر. حق زي ما قلت لك انت ما بتلعبش ممكن لك حق تزعل، بس انا ما فيش بيني وبين عبد الواحد اي مشكله، وعبد الواحد يعرف كده. ولما رحت الزمالك احنا كنا اول اتنين بنتكلم مع بعض. انا عارف ان هو مالوش ذنب في الموضوع اللي انا جيت، ولا هو ليه ذنب ان هو يقعد احتياطي وانا اقعد احتياطي في الزمالك. احنا ما فيش ذنب، الذنب اللي ده جهاز فني يقول له عبد الواحد انت تلعب النهارده، عبد الواحد يقول ايه؟ بيلعب. عصام يلعب انت النهارده هنعمل ايه؟ طبعا. بنلعب يا كابتن. بس هي القصه كلها انا عايز اقول ان انا وعبد الواحد ما فيش اي مشكله ولا اي خلاف يا كابتن شوبير خالص بيني وبين عبد الواحد. بل انا وعبد الواحد بنتكلم وبنطمن على بعض، وهو ساعات بيبارك له وانا ببارك له، وهو لما بيبقى الفتره الاخيره ما كانش موافق انا والله زعلان، ولما الفتره الاخيره ربنا يكرمه انا كنت مبسوط. يعني دي حاجه ما تزعلنيش، بتبسطني. تجربه الزمالك ندمان عليها، يمكن كانت اقصر تجربه انت لعبتها رغم انك ضحيت بكتير، يعني يمكن ضحيت بجزء كبير من جماهيريتك في النادي الاهلي. الزمالك هو نادي كبير ونادي ليه اسم وشعبيه وجماهيريه، لكن هو المنافس التقليدي. بانضمامك للزمالك ما حسيتش انه كنت بتفقد جزء كبير مما تبقى ليك عند جمهور النادي الاهلي، ثم فشل التجربه سريعا افقدتك كمان جماهير الزمالك؟ والله كنت عايز اقول حاجه، تجربه الزمالك يعني انا مش عارف، مش يعني ما اقدرش اتكلم، مش عايز اتكلم فيها اصلا خالص. بالعكس لازم نتكلم دلوقتي. لا انا عايز اتكلم فيها ازاي يعني. الناس عايزه تعرف ليه التجارب دي. تجربه نادي الزمالك انا ما فيش ليا ذنب فيها. انا راجل اول ما جيت نادي الزمالك والكابتن حسام كلمني والكابتن ابراهيم، انا واحد ضحيت وانت يمكن تعرف، وانا قبل كده موجود كل الحاجات دي موجوده. انا ضحيت بمبلغ مادي كبير ليا في نادي الاسماعيلي حوالي 750,000 جنيه. عشان بس مخالصه ان انا اتنازل عشان الاستغنى بتاعتي تروح لنادي الزمالك. وكنت جاي ونفسي مفتوحه وعايز اعمل حاجه مع نادي الزمالك، وجاي عايز اعمل بطولات وعايز اشتغل. الجو اللي حواليا بعد كده لقيت الجو اللي حواليا مش كويس، مش من جميع يعني انا اسال سؤال يعني بس يا كابتن عايز اقول حاجه. يعني ازاي ان انا اكون بتمرن، ازاي ان انت تكون واخدني وانت عارف ان انا هلعب وكنت موقوف، وبعد كده قدمت استئناف وكسبت بتاع ورجعت لعبت انا، وبعد كده كل الحاجات دي انا كنت بدفع الفلوس دي من جيبي. ما كانش قلت واحد في مجلس اداره نادي الزمالك يا نادي الزمالك اديني فلوس عشان ادفع للمحامي. انا لما رحت سويسرا ما فيش حد جاب لي التاشيره. لما رحت سويسرا انا اللي قطعت التذكره. يعني فاهم عايز اقول يا كابتن، يعني ان انا كنت جاي مبسوط والتاشيره موجوده معايا وقطع تذكره طيران وسافرت ولعبت ورجعت مبسوط، عايز اعمل حاجه مع الزمالك. بعد كده لعبنا ماتشات، جو برضه في تنشنه، عبد واحد مش عارف يلعب ولا مش هيلعب، انا مش عارف، عبد واحد مش مركز ولا انا مش مركز، العيب مش فيا ولا انا عبد واحد. ما احناش عارفين المشكله في عيب في مين يا كابتن، ما احناش عارفين. ما فيش مشكله مع عبد واحد، بس المشكله مع انا وعبد الواحد ما احناش عارفين المشكله. طيب يعني انت ما عندكش مشكله مع عبد الواحد؟ لا ايه كانت فين المشكله؟ انا عايز بعد كده طلع قرار بايقاف 4 شهور. ده بتاع المحكمه الدوليه اللي هو المحكمه الدوليه خلاص، بس انتوا واخديني من اول ان انا موقوف 4 شهور. يعني كنتوا واخديني. بعد كده لما طلع القرار خلاص وقفت 4 شهور، اخدت اسبوع اجازه، وبعد كده رجعت النادي عشان اتمرن. دخلت مع الفئه لقيت الكابتن حسام باعت لي ان انت هتتمرن لوحدك. طب اتمرن لوحدي ليه؟ هو انا عملت حاجه؟ ولا عملت اصلا مشكله؟ ولا مسكت في لعيب ولا مسكت في مدرب ولا اي حاجه؟ قال لك هتمرن لوحدي. قلت له طب خلاص اتمرن لوحدي. اتمرنت لوحدي. ثاني يوم قلت له يا كابتن انت برضه هتمرن لوحدي ليه؟ يعني قولي لي معنى وانا مش مشكله. هو انا مش من لعيب الفريق؟ هو عشان وقفت 4 شهور يبقى اتمرن لوحدي؟ اوكي هتمرن لوحدي. اتمرنا بعد كده الصبح، جه الكابتن عماد قال لي احنا هنتمرن لوحدنا الصبح. قلت له ماشي. اتمرنت لمده اسبوع 10 ايام ما فيش اي مشكله. ليا مستحقات كان حوالي نص مليون. عايز النص مليون بتاعي يا جماعه، ما خدتش فلوس، عايز نص مليون. ما فيش حد يرد عليا. الدكتور اشرف صبحي ما يردش عليا، مش عارف الاداري ما بيردش، ما فيش حد عايز يديني فلوس، رغم ان انا عقدي ان انا قاعد 3 شهور عشان ما اخدتش فلوس. يعني ما اخدتش فلوس وده قسطي. بعد كده جيت تاني يوم الصبح لقيت الكابتن عماد بيقول لي ايه؟ احنا هنتمرن النهارده يا عصام. اتمرنا وخلصنا تمرين، كان موجود الكابتن سمير محمد علي ومدحت عبد الهادي وعلاء عبد الغني موجودين. خلصنا تمريننا وقعدنا مع بعض فطرنا، وكان عمر ابن الكابتن ربيع ياسين. فطرنا وقعدنا فطرنا وتصورنا مع بعض وروحت. نمت وصحيت لقيت الدنيا مقلوبه عليا. في ايه؟ قال لك ان انا طلعت ضربت مدرب حراس المرمى وشتمت مدرب حراس المرمى وسبيت نادي الزمالك.
ما اعرفش فين يا جماعه كده، سالنا الناس دي وجبنا الناس دي شهدت، ما فيش اي حاجه. ادالك واحد عامل كومبينه بقى، ما تعرفش عامل الكومبينه لمين، يعني ما تعرفش عامل هو المشكله لمين، ما يعني انا حتى مش عايز اذكر اسمه والله، نعم يعني ما اعرفش. قلت له خلاص يا كابتن انا الجو ده مش هقدر اشتغل فيه، طالما انتوا هي كل الموضوع عشان الفلوس ولا عشان اتوقفت؟ ما حددوا، لو انا اتوقفت مش خلاص مش عايز الفلوس، ولو هي عشان الفلوس انا مش عايز الفلوس يا جماعه ومفيش اي مشكله ونبقى كويسين باحترامنا وبتاع. قال لك تحقق، قلت له لا مش هحقق مع حد، انا هتحققوا معايا ليه؟ هو انا عملت حاجه اصلا؟ بس هل معقوله هيختلقوا القصه عصام؟ والله انا يعني بص يا كابتن مش في موضوع اصلا، انا يعني ما فيش موضوع، انا ما اعرف، انا ما اعرفش الموضوع يعني ده. واحد انا اعلم مدى يعني استماتة الكابتن حسام والكابتن ابراهيم ان هم يجيبوك بس وتحدوا الناس كلها عشان تبقى موجود في نادي الزمالك. انت جبت بقى انت جبت اتنين، ما هو يبقى لمين السبب المشكله؟ لمصلحه مين؟ طب ما هو لا انت ولا عبد واحد ولا المدير الفني ولا مدير هو الكوره، مدرب حراس المرمى بقى، يبقى الكابتن عماد مندوب. خلاص بقى. وقولوا في الاخر واحد بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، بس ما تزعلش انا بقولها لك بجد، حسبي الله ونعم الوكيل. طب هل رجعت علاقتك بالكابتن حسام حسن تاني ولا؟ لا انا مش مشكله بيني وبين الكابتن، يعني لا من ساعه ما سبت نادي الزمالك لا ما فيش اي مشكله بين الكابتن حسام خالص. لا مش مشكله، يعني حصل حوار، اتقابلتوا اتكلمتوا الكابتن حسام قابلت الكابتن ابراهيم حسن ولما مسك نادي الاسماعيلي باركنا له، ولما كان حصل قدر الله الاصابه اللي هي الحادثه بتاعته كلمته، ما فيش اي مشكله خالص. يعني في علاقه؟ لا ما فيش علاقه، ما فيش مشكله بيني وبين الكابتن حسام والكابتن، هم اصلا انا بحبهم كاشخاص يعني مش عايز اقول مدربين كاشخاص، وهم نفس الحكايه بيحبوا حاجه اسمها هل الكابتن عماد مندوب عمل ده عشان عبد الواحد مثلا، عشان من ابناء النادي، عشان كده، ولا كان حد من مجلس اداره؟ مين من ابناء النادي؟ عبد الواحد. عبد الواحد من ابناء النادي طبعا. وعماد من ابناء النادي. الله اعلم. لا من ابناء النادي. لو من ابناء النادي ما كانش يعمل كده. خدها على مسؤوليتي يا عماد. لو ما كان من ابناء النادي ما كانش عمل كده. هل عمل ده اذا كان عمله عشان عبد الواحد السيد انه وانا هتبلى عليه ليه؟ هو كان رافض من جواه مثلا وجود عصام الحضري؟ بص كده، انا مشيت من نادي الزمالك بقالي سنه ونص، في ناس ربنا موجود، والناس اللي كانت موجوده اللي قلت لك عليهم اساميهم موجودين، بس هي دي القصه كلها. هي دي اللي كانت المشكله جوه. انا ما اعرفش ليه، وبعد كده انا ما اعرفش هو عامل ليه كده. يعني هو عمل ليه كده بدليل يا كابتن، هو بعد كده فين؟ بعد كده فين هو مدرب حراس المرمى في ماشي الوقت هو ارتبط بالكابتن حسام حسن، وحتى ومن غير الكابتن حسام والله ما كان هيمسك حد. لا الكابتن انا بقولها لك، وانا على عيني وراسك كويس. الموضوع ده انا ما قلت لك والله لو الكابتن حسام ما كان ماسك حد، هو بس خلاص هو ربنا بيكرم له الكابتن حسام. انت تحمل الكابتن عماد المندوب غصب حسبي الله ونعم الوكيل. خليني يعني تاني، طب الاسماعيلي سبته ليه؟ الاسماعيلي الناس اكرموك جدا. بص يا كابتن، وعملوا معاك البدع ويعني قالوا لك تحت الامر وكنت بتلعب على طول، ما كانش في مشكله في اللعب بقى في الاسماعيلي. انا عايز اقول حاجه يا كابتن، هو الوقت الزمالك ما فيش فيه مشاكل؟ كل نادي فيه مشاكل، بس النادي بايرن ميونخ فيه مشاكل. ليه الناس بتيجي على اللاعب الكوره تقول لك انه بتاع مشاكل؟ هو ما فيش. انا من وجهه نظري، ما انا هقول لك، انا هاجي لك بعد كده. انا الاسماعيلي اتعاقدت معاهم، كنت متعاقد معاهم 3 سنين. كويس. انا اجى الكابتن، اجى باشمهندس نصر الحسن قاعد معايا، يا عصام احنا هنديك في الاول 50% من فلوسك، واتبقى لك المبلغ الثاني اللي هو 750,000 جنيه اللي انا اتنزلت عليه ده. وبعد ما اتكلم معايا قلت له ماشي يا باشمهندس. المهم لعبت معاه، وبعد كده سافرت مع منتخب مصر، لعبت معاهم في بطوله انجولا.